بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة إبداعات أم رزان. اليوم إن شاء الله كيف ما كتشوفوا في الصورة غنحضر معكم بسبوسة بالبرتقال، كذلك مسقية بعصير أو سيرو ديال البرتقال. كتجي لذيذة، كتحضر يعني في مدة اللي هي قليلة، ما كتاخذش وقت بزاف، طريقة سهلة. دقيقة وأنا معاه. كذلك مقادير يعني بسيطة في متناول الجميع، كتعطي كمية كبيرة لأنها بسبوسة بحجم كبير. الا بغيتو تعرفوا الطريقه تابعوا معي الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا الطريقه وكذلك المقادير، وفرجه ممتعه. اول حاجه كنديرها فانا كنحضر السيرو، كنبدا بالسيرو هو الاول حيت كيخصو يكون بارد. هنا كيف ما كتشوفوا استعملت انا كاس الا ربع ديال السكر سنيده. غادي نضيف عليه هنا واحد كاس ديال الماء، كاس مملوء ديال الماء. هنا بالنسبه للسكر فيعني مقادير مضبوطه ديال السكر، يعني ما غاديش ناقصه حلاوه، ما غاديش يعني حلوه بزاف. يعني كاس الى ربع ديال السكر سنيده فراه هو كافي. كنضيف عليه كذلك كاس ديال عصير البرتقال، يعني كاس الى ربع ديال السكر مع كاس ديال الماء مع كاس ديال عصير البرتقال، ونديرهم فوق البوطه واحد المده ديال 10 ديال الدقائق. غنجيب دابا باش نحضر البسبوسه اللي كنحتاج فيها جوج ديال البيضات. درت لحت واحد، زدت عليه واحد رشه ديال الملح، واحد كيس ديال الفاني. نقدروا نستغناو عليه لاننا ضروري غادي نسموها بقشور البرتقال. هنا فقط نصف كاس ديال السكر حبيبات، يعني ما تكثروا السكر حيت مازال غادي نسقيوها. نصف كاس ديال السكر حبيبات. غادي نخلط هاد المكونات هادو فقط غير بالضرب اليدوي. بالنسبه لهاد المقادير اللي غنعطيكم فهي ديال المول في حجم كبير. اللي غادا دير مول يعني غير صغير هكا دائري او لا يكون مربع، فهي غادا تتقسم المقادير على جوج حيت غادا تجيها غليظه بزاف. غنضيف عليهم هنايا كاس ديال عصير البرتقال وعلبه ديال ياغورت فاني. هنا نقدروا نضيفوا حتى يعني علبه ديال ياغورت طبيعي بدون سكر، اولا نكتفيو فقط بالحليب. الا كنتو ديروا مول صغير فقط اكتفيو بالحليب والعسل البرتقال. هنا عندي قشور ديال البرتقاله، غادي ندير النصف في البسبوسه والنصف الاخر فانا غادي نضيفه هنايا على السيرو باش غادي نسقي. كيف ما كتشوفوا هنا راه تيغلي عندي. غنزيد عليه هاد القشور ديال البرتقال وغنزيد عليه واحد 5 ديال الدقائق وغنطفي عليه حيت غنحتاجو يكون بارد. غنواصل التحريك. غادي نضيف عليهم كذلك واحد كأس ديال الحليب. انا هنا حيت كيف ما قلت لكم فانا غادي نستعمل مول كبير، داكشي باش استعملت السوائل بزاف. الا كنتو غادي ديروا مول صغير فتستغناو. اللي غادا دير ياغورت غادا ما غاديرش الحليب، واللي غادير الحليب ما ديرش الياغورت. كيف ما كتشوفوا كاس الا ربع ديال الحليب. كنخلط هكا غير شويه هكا باش كيندمجوا ليا دوك السوائل. وغادي نضيف عليهم كذلك كاس الا ربع ديال زيت نباتيه. يعني ما ديروش كاس عامر. اللي غدير كيف ما قلت لكم يعني نصف المقادير، فهي غدير فقط نصف كاس او اقل بشويه. صافي هنا من بعد ما كنحرك السوائل فانا غادي نزيد عليهم هنايا السميد الناعم، يعني السميد اللي كيكون خاص بالبسبوسه اولا بالحرشه. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو. غنضيف انا هنايا غنزيد معكم يعني بالكاس باش تعرفوا بالضبط شحال خدات ليا. غنضيف الكاس الاول. هنا عندي انا 500 غرام، يعني نصف كيلو ديال السميد الناعم. زدت الكاس الثاني
وزدت الكأس الثالث. غنضيف عليهم 2 الاكياس ديال خميره كيميائيه. صافي غادي نحركهم باش نشوف القوام. هنا ما بغيتش نضيف نصف كيلو دفعه واحده، فنشوف على حساب السميد. كاين السميد اللي كيشرب وكاين السميد اللي ما كيتشربش. انا ما بغيتش هنا الخليط يكون عندي يعني ثقيل بزاف، باش هكا تجيني بسبوسه خفيفه، ما تجينيش واخا غنسقيها كتجي ناشفه في الفم، كتجي ثقيله. فانا بغيت الخليط يكون هكا خفيف شويه. هنا مازال خصو سميده، فانا غنزيد واحد نصف كأس فقط ديال السميد الناعم. صافي هذا هو القوام اللي بغيت. فانا على ما غنوجد المول وندير الفرن يشعل، فغادي نخليها تشرب شويه، حيت ضروري من السميد ما كيغتشرب دوك السوائل اللي عندي وغادي يتقال. هنا كيف ما كتشوفوا فانا جبت هذا المول هذا كيف ما قلت لكم حجم كبير، يعني راه كيعطي كميه اللي هي كبيره تبارك الله ديال البسبوسه. غادي ندهنو فقط بشويه ديال زيت نباتيه اولا زبده اللي بغيتو، وغادي نرشو بالسميد. صافي في هذه الاثناء فانا الفرن درتو راه كيسخن. يعني غندخلو الفرن ساخن. صافي كنحاول اني كنوزع السميده على المول كامل. كيف ما كتشوفوا فهنايا الخليط تقل ليا شويه، يعني السميده بدات كتشرب داك الحليب ودوك السوائل اللي عندي، داك العصير ديال البرتقال. صافي غادي نخويها في المول وغندخلها الفرن. بالنسبه للطياب فهو الطياب عادي، يعني الطياب غنشوفها حتى كتحمر ليا من الجناب ومن الاسفل، وعاد غادي ننزلها تاخذ داك اللون الذهبي من الفوق. صافي غادي ندخلها الفرن حتى غطيب، ونتلاقى معكم ان شاء الله باش نشوفوا طريقه السقي ديالها. صافي هنا كتاخذ ليا تقريبا واحد نصف ساعه اولا 25 دقيقه، ما كتاخذش يعني مده طويله في الطياب. كتبان ليا تحمرات، كنعطيها واحد التحميره من الفوق. وهنايا باقا سخونه، يعني راه يلا خرجتها من الفرن مباشره. صافي كنسقيها بالسيرو اللي كيكون برد. كنحاول انني داك السيرو كنوزعو عليها كامل. هنا بالنسبه للكميه تتكون فهي كافيه، يعني كتجي كميه مضبوطه مع البسبوسه، يعني كتجي مشربه، يعني ما فازقاش بزاف بالحلاوه وما ناشفاش، يعني كتجي كيف كنقولوا مويله في الفم، يعني ما كتجيش ناشفه نهائيا. وكذلك كتجي خفيفه، ما كتحسيش بالسميده بزاف في الفم ديالك. صافي هنايا غادي نخليها حتى غتشرب ليا السيرو على ما كتبرد، وكنقدمها بالصحه والراحه. بالنسبه للتزيين فلكم يعني الاختيار. ديروا هي كيف ما كنعرفوا البسبوسه كيتماشى معها بزاف الكوك اولا البيستاش اولا اللوز، هكا المهم اللي عندكم متوفر، كاوكاو مهرمش. انا زينتها هكا بشويه ديال الكوك من الفوق، قطعتها هكا مربعات، وكنقدموها بالصحه والراحه. كيجي هذا هو الشكل ديالها كيف ما كتشوفوا. فراه كتجي غزاله، يعني فازقه من الداخل، ما ثقيلاش، كتذوب في الفم. داك السيرو كيف ما كتلاحظوا فهي رطبه. كنقدمها لكم بالصحه والراحه، وما تنساوش الضغط على زر الاشتراك وتخليو لايك للفيديو.